كنت دايماً بسمع عن بحيرة الأرواح اللي محدش بيروحها بالليل. بيقولوا إن في أرواح غرقانة بتطلع في الليل وتاخد أي حد يقرب منها. أنا وأصحابي قررنا نروح ونكتشف الحقيقة. كنا عايزين نثبت لنفسنا إن دي مجرد حكايات أطفال. في ليلة بدر وصلنا للبحيرة. كانت المياه هادية بشكل غريب والجو كان بارد وضبابي. حوالين البحيرة كانت الأشجار الكثيفة اللي بتدي شعور إننا محبوسين. كل واحد فينا كان بيحاول يبين إنه مش خايف، لكن في الحقيقة كنا مرعوبين. قررنا نقرب من المية ونشوف لو في أي حاجة غريبة. فجأة سمعنا صوت خطوات في المية. بصينا حوالينا ما لقيناش حد، لكن الصوت كان بيقرب أكتر وأكتر. لما بصينا في المية كان وش روح غرقانة. الجسم بتاع الروح بدأ يطلع أكتر من المية وكان بيبص علينا بعينين ميتة. كلنا جمدنا في مكاننا مش قادرين نتحرك من الرعب. فجأة الروح بدأت تقرب أكتر وسمعنا صوت همسات بتقول ساعدونا ساعدونا. حاولنا نجري، لكن كل ما نتحرك الأرض بتغرز بينا. كان في حاجة بتسحبنا ناحية المية. صرخت لازم نهرب بسرعة، لكن الصوت ما كانش بيطلع قوي من شدة الرعب. واحنا بنحاول نتحرك سمعنا صوت ضحك شرير وراينا. بصينا لقينا كيان غريب واقف على حافة البحيرة. كان شبه ظل أسود وعينه بتلمع بلون أحمر. كنا متأكدين إن ده مش كابوس، دي كانت حقيقة مرعبة. قررنا نجري بأسرع ما يمكن. لما وصلنا للطريق اللي جينا منه لقينا إن المكان كله اتغير وكأن البحيرة بتلعب معانا. كنا محبوسين والكيانات المريبة بتقرب مننا. بدأنا ندور على مخرج وأخيراً لقينا كوخ قديمة على أطراف الغابة. دخلنا بسرعة وقفلنا الباب وراينا. الكوخ كان مهجور لكنه كان دافي ومريح نسبياً. لكن الراحة ما طولتش. سمعنا صوت طرقات قوية على الباب فتح ببطء ودخلت ريح باردة جدا. الروح الغرقانة كانت واقفة قدامنا وبتبص علينا بعينين مرعبة. قالت بصوت خافت انتوا مش هتهربوا. وقبل ما نلحق نتحرك الأرضية اتفتحت من تحتينا ووقعنا في بئر مظلم. صحينا في مكان غريب. كانت المياه محيطانا من كل ناحية وشفنا نفس الكيان الأسود واقف قدامنا. قال دي بحيرة الأرواح واللي يدخلها مش بيرجع تاني. وبعدين اختفى في الظلام. كنا محبوسين في البحيرة وكل محاولة للهروب بتفشل. فضلنا نسمع الهمسات والأصوات المرعبة حوالينا وكنا عارفين إننا مش هنقدر نخرج من هنا أبداً. البحيرة كانت ملعونة وكل اللي يدخلها بيفضل محبوس فيها مع الأرواح المفقودة. قررنا نستنى لحد الفجر يمكن يظهر لنا مخرج، لكن كل ما الفجر يقرب الأحداث المرعبة كانت بتزيد. شفنا أرواح تانية طالعة من المية كانت كلها بتبكي وتصرخ. لما قربنا أكتر لقينا إن الأرواح دي بتحاول تحذرنا من حاجة أكبر. بينما الفجر بيقرب لقينا ممر ضيق بين الأشجار. قررنا نجرب حظنا ونمشي فيه. كل خطوة كانت بتاخدنا أعمق في الغابة وكل ما نتحرك الصوت المرعب كان بيبعد. وصلنا المكان فيه نور خفيف وكان فيه شجرة كبيرة مغطاة برسوم قديمة. لقينا جنب الشجرة جثة قديمة كانت ماسكة في إيديها خريطة. الخريطة دي كانت بتوضح طريق الخروج من الغابة. قررنا نمشي حسب الخريطة وكلنا كنا متأكدين إن ده أملنا الأخير. واحنا بنتحرك حسب الخريطة الأرض بدأت تهتز وسمعنا صوت صراخ الأرواح حوالينا. كنا بنجري بأقصى سرعة وكل واحد فينا كان بيحاول يهرب من الرعب اللي بيلاحقنا. لما وصلنا لنهاية الممر لقينا نفسنا برا الغابة. كان الفجر طلع والشمس بدأت تنور المكان. كل واحد فينا كان منهك لكن كنا فرحانين إننا هربنا. بقينا نحكي قصتنا لكل اللي بيسأل عن بحيرة الأرواح. بقينا نحذر الناس من الغابة ونعرفهم إن في أسرار مرعبة ما ينفعش تتكشف. دي كانت حكايتي مع بحيرة الأرواح، المكان اللي مش أي حد يقدر يخرج منه سليم. الرعب اللي شفناه كان حقيقي واللعنة دي هتفضل تلاحق كل اللي يحاول